بالنسبة بقى للسمنة السايبة والتساؤلات الكتير اللي جات لي على هو ده القناة، شكل الكيس خديه سكرينة او صوري كده الشاشة وهقول لكم على خلطة المسحوق اللي كتير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال وراحة بال، اللهم امين. النهاردة معادنا مع فيديو قنبلة التوفير. هتوفري 9 افكار احترافية هيظبطوا معاكي الميزانية. هنظبط كل البنود وهنوفر من كل بند مبلغ محترم هيفرق معانا خلال الشهر ده وكمان الشهور اللي جاية. وهقول لكم على خلطة المسحوق اللي كتير سألنا عليها واللي بتوفر معايا مبلغ محترم. وهقول لك كمان ازاي تتصرفي في التموين بتاعك وازاي تفرزي وتجهزي رمضان مهما كانت ميزانيتك صغيرة. وهنعمل مع بعض كمان وجبة اقتصادية هتوفر معاكي مبالغ محترمة. الافكار اللي في الفيديو مهمة جدا، تابعي الفيديو للنهاية لان كل فكرة بأمر الله هتعجبك اكتر من التانية. نصلي على الحبيب، اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اول حاجه بدات بيها يا بنات وهي التموين. نزلت جبت التموين بتاعي، التموين الشهري بتاعي الفردين بيكون ازازتين زيت. الزيت احيانا بيجي فيه ترسبات من تحت، ولكن احيانا بيجي نضيف وابن الناس زي ما انتم شايفين كده، ولكن الحمد لله فضل من عند ربنا. وكيس الدقيق ده خدته فرق نقاط بتاعه العيش بتاعه التموين. الكيس ده كان عامل كام؟ كان عامل 20 جنيه، انا دفعت فرق 5 جنيه بس، يعني كان ليا ب 15 جنيه فرق نقاط ما جبتوش في العيش بتاع التموين يا بنات. السكر بتاع التموين لا يعلى عليه. ما عنديش تموين يا حنان اتصرف ازاي؟ اسعي يا حبيبه قلبي ان انت تجيبي التموين. التموين بيفرق معاكي وبيوفر معايا مبلغ محترم في الميزانيه. يعني مثلا بالنسبه للزيت انا بحتاج ازازه واحده بس زيت على الازازتين دول. ايوه انا كل شهر بشتري 2 ولكن بحاول ان انا اوفر منهم واحده. وباخد كمان 2 كيلو سكر على ال 2 كيلو سكر بتوع التموين دول. سكر التموين على فكرة بيتباع في السوق يا بنات، في ناس عندها تموين كتير فبتبيع فرق بتاع السكر في السوق، فهتلاقي فرق السكر حلو جدا ما بين السكر ده والسكر ده. السكر ده يا بنات بيكون مركز، بيكون جميل جدا، حلو جدا في الحلويات، حلو جدا في المخبوزات لو انت بتعجني بيه. والناس اللي بتقولك السكر ده بيكون غامق وما بيكونش حلو في الكيكات والحاجات دي، والله هي معلقة خل او عصرة ليمونة بتخلي العجينة في حتة تانية والكيكة في حتة تانية وتالتة ورابعة. السكر ده بيحلي وبيكون مركز وبيكون جميل جدا. لو ما عندكيش تموين اسعي التموين او اشتري الحاجة بتاعت التموين من السوق. بالنسبة للزيت حاولي ان انت تقللي في استخدامه. الفكرة اللي بعدها وهي عصاير رمضان، حاولي ان انت تتجنبي اي عصاير بودرة هتستخدميها خلال رمضان. دلوقتي الفاكهة موجودة كتير جدا في السوق. الجوافة الجميلة دي انا كنت جايبة الكيلو يا بنات ب25 جنيه. قلت لكم كل ما تنزلي يا حبيبة قلبي دلوقتي حاولي ان انت تشتري 2 كيلو جوافة، 3 كيلو جوافة، 4 كيلو جوافة، وابدأي فرزيهم في الفريزر. صدقيني هيكونوا نجدة ليكي، وخاصة في اول 10 ايام في الشهر، لان ممكن على بداية شهر رمضان الفاكهة تغلى. هي ممكن تكون مستقرة وما تغلاش، بس برضو ممكن تغلى فتحسبا لأي ظروف. حاولي ان انت كل ما تنزلي تشتري 2 كيلو فاكهة، 3 كيلو فاكهة. نصلي على الحبيب، اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. بعد كده يا بنات بغسل الجوافة غسلة محترمة، وهقولك على طريقة تفريز محترمة جدا. هتخلي الفاكهة مش هتاخد معاكي 10 دقايق اول ما تطلعيها من الفريزر وتفك معاكي بسرعة. بصي يا بنات بالنسبة للجوافة، الجوافة دول يا بنات 3 كيلو ونص، لان ولادي اكلوا منهم حوالي نص كيلو او يمكن كيلو. بجيب الاكياس اللي هي الربع كيلو، والاكياس دي منجزة جدا، حاولي ان انت تشتريها او ان انت تجيبيها وتعينيها عندك في المطبخ. تمام الكلام ده لحبايبي اللي لسه داخلين المطبخ جديد. تمام. وبعد كده ببدأ يا بنات ان انا اقطع الجوافة دواير، ما اقطعش الجوافة بالطول او اقسمش الجوافة نصين. ليه دواير؟ الدواير دي بتفك معاكي بسرعة، بتخلي البذرة كده في النص بتكون طرية. في ناس بقى بتطلع البذر بتاع الجوافة وبتعينه من غير البذر بتاعه، ولكن البذر على فكرة بيكون فيه مادة كده بتطلع برضو في العصير، فخسارة لما نرميها، وممكن نستفاد بيها وبعد كده نصفيها عادي جدا جدا. عندك مصفاية حلوة صفي فيها الجوافة، امهاتنا كانت بتعمل كده ولحد دلوقتي بيعملوا كده. وكده بنفرز كمية الجوافة المحترمة دي وبنعينها في الفريزر. نروح للفكرة اللي بعدها. الفكرة اللي بعدها يا بنات وهي المنظفات. بجيب معاكم خلال الشهر كيسين من الكلور السايب. الكيس عندي انا الخام عامل 4 جنيه ونص، على انك تروحي تشتري ازايز ما بيكونش فيها بركة. الكلور الابيض السايب او الكلور الخام بتستخدمه لايه؟ ممكن تستخدميه لارضية الحمام، ممكن تستخدميه للحوض بتاع الحمام، ممكن تستخدميه للحوض بتاع المطبخ، بيلمع معاكي الحوض بتاع المطبخ. وكنت قبل كده غسلت بيه الحوض بتاع المطبخ والحمام
الحنفيات بتاعه المطبخ وبتاعه الحمام، بسم الله ما شاء الله، بيخلي الحاجه بتلمع. الكيسين دول بيكملوا معايا الشهر، ايوه بيكملوا معايا الشهر، وب9 جنيه، وبيغنوني عن 30,000 نوع منظف ممكن اشتريه. وبالنسبه للصابون السايب، الصابون السايب يا بنات الكيس ده كان عامل 5 جنيه، تمام. الكيس ده لتر الا، يعني مش مكمل لتر. ليه؟ لانه مركز. طيب ازاي بكتر الكميه بتاعه المسحوق وبيكمل معايا؟ هقولك على خطوه عبقريه. بصي يا حبيبه قلبي، هتجيبي ازازه الخل وتحطي حوالي ربع كوبايه خل على الكيس ده. ربع كوبايه الخل دي مفعولها بيكون جميل جدا يا بنات. اولا بتلمع معاكي الاستانلس وبتلمع معاكي الالومنيوم، وبنضيف كمان يا بنات كوبايه ونص من الميه، وبنقلب ده كله مع بعض. بتلمع معاكي الاستانلس وبتلمع معاكي الالومنيوم، بتكتر معاكي الكميه، وبتخلي ريحه المسحوق جميله جدا. يعني احيانا بنجيب كده الصابون السايب ما بيكونش ليه ريحه، والمواعين اكيد ليها ريحه، ريحه الطبيخ والحاجات دي. فلما بتضيفي كوبايه الخل او ربع كوبايه الخل بتفرق كتير جدا. عندك استانلس مصفر، عندك استانلس مصدي، عندك اطباق اللي هي الالومنيوم او الاطباق اللي هي حتى الصيني والحاجات دي فيها نسبة صفار، تعالي اعملي الخلطة اللي اختك هتقولك عليها. بس صلي على الحبيب، وما تنسيش تحطي لي لايك وتدعميني بقى في الفيديو ده. بصي يا بنات، بحط كده معلقة من المسحوق اللي انا بستخدمه بتاع المواعين، وبحط عليه معلقة من الكربونات اللي انا حطيتها معاكم في الاول، وبحط عليها حبة كده خل. بيحصل معايا الفوران اللي انتوا شايفينه ده. وباجي كده على المعالق، في حتت في المعالق كده مكان الرسمة بيكون فيها حاجات سودة، حروق، مش عارفة ايه. كلنا عندنا نفس المشكلة دي. بنيجي على الاطباق وبنغسلها وبنفركها كده، وبنسيبها كده، ما بنشطفهاش، بنسيبها حوالي 5 دقايق، وبعد كده نرجع نشطفها، والاطباق والحلل الاستانلس وهكذا وهكذا وهكذا. صدقيني هتفرق معاكي كتير جدا. بالنسبه بقى للسمنه السايبه والتساؤلات الكتير اللي جات لي على القناه، وفي ناس بتقول لي السمنه دي مش حلوه، دي سمنه نباتي. لا، دي مش سمنه نباتي، دي زبده صفرا يا بنات. يعني مش زبده صفرا زبده، لا، السمنه دي بالزبده الصفرا اللي هي كريستال. طيب ما بنحبش كريستال يا حنان، في منها روابي وفي منها جنه بالزبده الصفرا، عايزاها نباتي نباتي. بصي، هي السمنه في العموم بيبقى مكتوب عليها غير مهدرج، ولكن هي بتكون مهدرجه، ده شيء اساسي واحنا عارفينه وكلنا عارفينه. كيلو السمنه لما انا بجيبه سايب ما بيفرقش معايا غير العبوه بس. يعني ايه؟ يعني مثلا الناس اللي كتبت لي وقالت لي لا ده وحش، ده مش حلو، ده مش عارفه ايه. بصي، هو انت بتشتري عبوه يا حبيبه قلبي؟ يعني انت مثلا بتروح تشتري علبه سمنه على بعضها من غير ما تكون سايبه، بتشتري عبوه، بتشتري الصاجه اللي من بره، تمام. هو ده الفرق، ولكن بتفرق معاكي في الكميه. يعني مثلا انا بجيب الكيلو ده ب100 جنيه، الكيلو ده بيملى معايا علبه السمنه الكريستال الكيلو، تمام. وبيفضل منها حوالي كوبايه كبيره عصير. هوريكم دلوقتي كمان الكميه اللي هتفضل معايا. ولكن انا لما كنت بجيب الكيلو ده كان بيكون ناقصه كوبايه. وفي ناس اكيد منكم تتفق معايا، وناس جربت ده وناس جربت ده، تكتب لي برضو في التعليقات. نصلي على الحبيب، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بصي يا بنات، السمنه استخدمي فيها بقى بالعقل. يعني ايه؟ يعني كتر السمنه وكتر الدهون في الاكل ما بيكونش حاجه صحيه. انا الصراحه بخلط السمنه بزيت، ما بطبخش بسمنه لوحدها ولا بطبخ لزيت لوحده، تمام. بخلط السمنه بزيت، وده بيفرق معايا كتير جدا. الكيلو السمنه ده بيكمل معاه الشهر. وكمان من ساعه ما بقيت بجيب السمنه السايبه بيفضل معايا شهر وشويه، يعني ممكن يفضل معايا 40 يوم 50 يوم، ما احتاجش اشتري ايه سمنه. يعني شوفوا النهارده كام في الشهر، انا مصوره لكم الفيديو ده كان يوم 7 في الشهر يا بنات، يعني 37 يوم ما جبتش سمنه خالص. وكمان كيلو سمنه بس، يعني الحبه اللي كانوا فاضلين من الكيلو زي دول لسه فاضلين عندي. استخدمت علبه السمنه المليانه دي، لاني كنت بجيب علبه السمنه ناقصه كوبايه وكانت بتاخد معايا شهر. فدلوقتي علبه السمنه دي بتاخد معايا من 40 يوم ل37 يوم. يبقى كده توفير ولا مش توفير؟ هاتي السمنه السايبه يا حبيبه قلبي، وهاتي اي نوع، وما تسمعيش كلام حد، تمام. امشي على حسب ميزانيتك. وبعد كده نروح للحاجه اللي بعدها، واللي الناس طلبتها مني كتير جدا، وهي ايه؟ وهي الخلطه بتاعه المسحوق يا بنات. صدقوني موفره جدا جدا، وهتفرق معاكي كتير جدا، وخاصه دلوقتي في فتره الشتاء، لان الغيار بيكون حجمه كبير بسم الله ما شاء الله، وكل شويه محتاجين نغسل ونشغل الغساله، وكل شويه محتاجين مسحوق. هاتي الباهي، الباهي حلو جدا وبيأدي نفس الغرض بتاع الشركات التانية، مش هقول اسمائها، تمام. ورخيص وجميل. الكيس الباهي عامل كام؟ عامل يا بنات 75 جنيه. اسألي عند بتوع المنظفات، اسألي في السوبر ماركت، هتلاقي بأمر الله السعر ايه والكيس اللي يناسبك. والله حتى لو جبتيه ب80 جنيه او ب90 جنيه اهون ما تروحي تجيبي الكيس التاني ابو 110 وب120 جنيه.
وهاتي عليه يا حبيبه قلبي كمان مسحوق سايب. المسحوق السايب الكيلو عامل 20 جنيه، ده كيلو مسحوق سايب يا بنات. تمام. النهارده كام في الشهر؟ النهارده 7 أو 8 في الشهر، يعني الكيسين اللي فاتوا فضلوا معايا بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله حوالي 40 ل 50 يوم. المره دي جبت كيس واحد بس. تمام. وهعمل عليه الخلطه بتاعتي المعتاده، حطيت عليه معلقه من الكربوناتو، نص كيلو من المسحوق السايب، وببدا اقلب ده كله مع بعضه. كنت متعوده ان انا احط معاكم زهره بيضه. ليه يا حنان ما حطيتيش زهره بيضه؟ لان كميه المسحوق قليله يا حبيبه قلبي. المره اللي فاتت انا كنت عامله كيسين اوكسي او كيسين باهي، مش اوكسي يا بنات. تمام. كنت عامله كيسين باهي وكنت حاطه عليهم معلقه من الكربوناتو ومعلقه من الزهره البيضه. طيب عندنا هدوم بيضه وفيها صفار وفيها اي حاجه، تعملي ايه وتتصرفي ازاي؟ هقولك دلوقتي حالا. عندك هدوم بيضه او عندك تيشيرتات ولادك بيضه او حاجات فواتح، هتمسكي حبة من المسحوق دول وتحطوهم في بطرمان أو في كيس لوحدهم، وتضيفي عليهم معلقتين من الزهرة البيضة. معلقتين من الزهرة البيضة والمسحوق ده تعزليه كده على جنب، ما تحطيش في حلة الغسالة منه إلا على الهدوم البيضة بس. تمام. ده هيفرق معاكي كتير جدا. هيشيل اي صدى، هيشيل اي صدى. مثلا لو انت عندك زرار بنطلون جه على فانلة او جه على تيشيرت فبيعمل صدى، هيشيل اي صدى، هيشيل اي حاجه مش نظيفه في الهدوم، هيشيل اي صفار في الهدوم البيضه، وهيرجع لك الهدوم البيضه بسم الله ما شاء الله. والخلطه دي بتفضل معايا بامر الله طويله. يعني ممكن مثلا الكيس ده او العلبه دي بتفضل معايا يا بنات قد ايه؟ بتفضل معايا 40 يوم. هو ده شكل الكيس. خديه سكرينه او صوري كده الشاشه وروحي عند بتاع المنظفات وقولي له انا عايزه المسحوق ده. حتى لو هو مش موجود عنده، مع الوقت لما انت تساليه كده هيجيب لك المسحوق اللي انت محتاجاه، وهيعرف ان المسحوق ده عليه طلب. وده كده المسحوق السايب بتاعنا اللي فضل معايا، هيفضل معايا بامر الله للشهر اللي جاي. تمام. نروح بعد كده للحاجه اللي بعدها. الحاجه اللي بعدها يا بنات وهي التفريزات. دلوقتي التوم بدأ يفضى، حاولي ان انت تقشري اي توم موجود عندك، لان التوم الجديد هيطلع، وكل ما التوم الجديد يقرب يطلع التوم القديم بيفضى. يعني لو عندك اي كميه لسه ما فرستهاش، ابداي دلوقتي اتسلي على اي كميه. كنت قلت لكم قبل كده علشان تقشري التوم بسهوله لينيه من بالليل، يعني حطيه في حبه ميه دافيين مثلا ورجعي عليه بعدها بساعتين 3 وابداي قشريه، هتقشر معاكي بمنتهى السهوله. كنت جايبه معاكم يا بنات الفلفل ده. الفلفل ده كنت جايباه علشان اعمله هريسه شطه. تمام. فهعمل معاكم دلوقتي هريسه الشطه، وهريسه الشطه موفره جدا 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 يا بنات، ما اقولكوش عليها، بتبقى مع خلطه السمك جميله. طيب يا حنان ما عندناش الفلفل الاحمر ده لان احنا ساكنين في بلاد، يعني انا عندي اختي ما عندهمش الفلفل ده، في بلدنا احنا ما فيش الفلفل ده. فتتصرفي ازاي؟ عندك الفلفل الاخضر القرون، هتجيبي الفلفل الاخضر القرون ده وتجيبي الاحمر الكبير. الاحمر الكبير اللي هو ايه؟ اللي هو شبه هريسه الشطه ده بس بيكون بارد. فهتجيبي من الاخضر على الاحمر وتبداي تعملي برضو نفس الخطوات اللي هقولك عليها، والله هيأدي نفس الغرض وهيبقى جميل وهيبقى حلو. مش شرط هريسه الشطه انها تكون فلفل احمر عشان تكون اسمها هريسه شطه ابدا، هي بس الفرق ما بين ده وما بين ده اللون، وان ممكن يكون الفلفل الاحمر لسعته في الشطه شديده شويه، ولكن الفلفل الاخضر برضو لسعته بتكون شديده وحلوه. بالنسبه للكبه دي، والناس اللي قالت لي يا حنان الكبه بتعصر الخضار، هوريكم دلوقتي الكبه بتعمل ايه في الخضار. بس لاحظوا بقى ان صوابعي دلوقتي بدات تحمر من الفلفل الاحمر، يعني الفلفل الاحمر فيه عصاره وفيه ميه كتير، علشان لما تفرموا الكبه ما تقولوش ان الكبه هي اللي عصرت الخضار. تمام. وببدا كده احط هريسه الشطه، او احط الشطه اللي معايا قرنين فلفل اخضر على قرنين فلفل احمر على حبتين من التوم او راس من التوم، واحط عليهم يا بنات المواد الحافظه. المواد الحافظه دي هي اللي هتحافظ معايا على هريسه الشطه حتى لو فضلت معايا في التلاجة من تحت، بس ما تاخرش معاكي في التلاجة من تحت عن اسبوع. الا بقى لو عملت ايه؟ هقولك دلوقتي الا لو عملت ايه. ضفت ايه يا حنان؟ ضفت سكر، ضفت معلقه سكر، ضفت معلقه من الملح، وضفت يا بنات كمان معلقه من الخل. تمام. ده بيحفظ معايا المكونات بتاعتي او الهريسه بتاعه الشطه. تمام. طيب بالنسبه للهريسه دي، لو انا عايزه اخليها في باب التلاجة او في التلاجة من تحت في برطمان كده، اتصرف ازاي؟ حاولي ان انت تسخنيها على النار، يعني حاولي ان انت تديها غلوه كده محترمه على النار، وبعد كده يا بنات نحطها في برطمان ونغطيها ونحط على وش البرطمان من فوق حبه زيت ونمنع عنها الهواء. تمام. واول ما تفتحيها وتاخدي منها تابعيها كده، يعني شوفي طعمها اتغير، ريحتها اتغيرت. والله خدت نص البطرمان وحاسه ان النص التاني مش عارفه ايه. شايفين الشطه؟ والله ما هي ما
مطحونه ولا هي ممضوغه ولا هي معصوره ولا الكلام اللي احنا بنسمعه ده. تمام. الكبه دي اسمها ايه؟ الكبه دي انا كنت عملت معاكم ريفيو عنها. الكبه دي انا جايباها السنه دي، جايبه لها دلوقتي بقالي 6 شهور، بسم الله ما شاء الله، انا ما اشتكيتش منها ابدا. دي فريش يا بنات. انا عارفه ان في ناس كتير بتقول ان فريش شركه على قدها ومش عارفه ايه، بس والله انا جربت شركه اعلى من كده بكتير اللي هي ميلونكس، ولكن الكبه بتاعتها ما كملتش معايا سنه حرفيا، وكانت 1000 واط يا بنات، ورجعت ضعفت وباظت، واول ما السلاح بتاعها باظ الكبه يعتبر ايه؟ باظت. شايفين الكبه هي 400 واط، ما اكدبش عليكي واقول لك ان الكبه دي 1000 واط او 700 واط او 500 واط، لا، الكبه 400 واط، ولكن بتفرم معايا البصل بسم الله ما شاء الله، والله احلى من التانية من اللي هي 1000 واط. فما تتخدعوش في المسميات، يعني ما تشتريش على ايه؟ على انك سمعتي فيديو فلانه اشترت كبه، او مثلا فلانه مثلا مطبخ كذا فجابت مش عارفه ايه، لا، شوفي حد قريب منك يكون استخدم الماركه دي او استخدم الحاجه دي واسالي. والله انا ما شفت حد ولا شفت تلات، هو جوزي اللي جابها وقال حلوه، قلت له تمام حلوه، وجربتها والله بسم الله ما شاء الله لحد دلوقتي زي الفل. بالنسبه بقى لتفريز التوم، هقولك التوم برضو نفس الخطوه، هتحطي معلقه من الخل، معلقتين من الخل على البوله دي، لان البوله دي كبيره، هي لتر ونص يا بنات. تمام. وكمان معلقه من الملح ومعلقه من السكر، مش اكتر من كده، ومعلقه من الزيت. تمام. تحطي معلقه كده من الزيت، معلقه محترمه، وتحطي برضو على هريسه الشطه معلقه من الزيت. ليه بقى الزيت؟ علشان لما تحطيها في الفريزر يا حبيبه قلبي وتطلعي منها تلاقيها ايه؟ تلاقيها بتتفكك معاكي بمنتهى السهوله، وبتتكسر معاكي وبتكون ناعمه وجميله من غير ايه؟ من غير ما لونها يسود، وبتعمل ماده حافظه او ماده عازله يعني للبكتيريا وكده. تمام. بالنسبه بقى للتوم، زي ما انتوا شايفين التوم انا فرمته مع بعضه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهبدا ادخله الفريزر على طول، وما اسيبهوش واركنه عندي في اي حته في المطبخ ولا في المطبخ من تحت. تمام. لو انت حابه ان التوم ده تشيليه في بطرمانات وتشيليه في المطبخ من تحت، تتصرفي ازاي؟ هقولك دلوقتي تتصرفي ازاي. ممكن يا حبيبتي تسيبيه في صوص زي ما هو، فصوص زي ما هو يا حنان، تسيبيه في فصوص زي ما هو، وتعينيه في مكان ما يكونش مندي ولا داخله اي كميه ميه، يعني في بطرمان كده ناشف، وتقفلي عليه وتعينيه، هيفضل معاكي اسبوع لاسبوعين. ولكن لو حابه تعملي كميه محترمه وكميه كبيره تكفي معاكي طول شهر رمضان مثلا، وحابه ان انت بقى تريحي نفسك وتطلعي من الفريزر على طول وتعملي، فاعملي الكميه، فرميها فرمه محترمه، وبعد كده ابداي فرزيها في الكيس زي ما هوريكي كده، وعينيها في الفريزر. بصي هتطلع معاكي اول حبايه في التوم زي اخر حبايه في التوم. طيب بالنسبه للخل، والناس اللي قالت لي حنان الخل بيهري الحاجه وبيضيع مش عارفه البكتيريا نافعه او حاجه زي كده، والله انا بحثت يا بنات عن الخل، وطلع الخل ماده ايه؟ ماده حافظه. الخل من المواد الحافظه اللي بتحفظ اي حاجه، سواء كان مخلل سواء كان زي كده. بالنسبه للبطرمان بقى اللي انا حاطه فيه المسحوق بتاع الغسيل بتاع المواعين او الصابون السائل، انا عارفه في ناس هتسالني عليه. بصي يا بنات، دي بطرمانات انا بشتريها من السوبر ماركت اللي جنبي، واللي كنت عامله فيها المخلل كمان بتاع الليفت. اللي ما شافش بقى الفيديو بتاع الليفت يرجع للفيديو ده، الفيديو ده حلو جدا. البطرمانات دي يا بنات الناس سالتني عليها كتير، البطرمانات دي انا شارياها من سوبر ماركت، وبيكون سعرها ارخص بكتير من السوق. يعني مثلا ممكن اخد الثلاث بطرمانات ب20 جنيه، ممكن اخد مثلا البطرمان ب10 لو ما فيش غيره، ممكن اخد الاربعه، وهكذا 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 على حسب ما هو هيديك. يعني هي مش متسعره، تمام، هي مش متسعره، فهي دي بتفرق معايا كتير جدا. فجبت كام بطرمان كده عملت فيهم مخلل، وجبت كمان البطرمان ده اللي حطيت فيه الصابون على الحوض، لان كانت الازازه بتاعه الصابون كانت كل شويه بتدلق، الازازه كل شويه بتميل يمين بتميل شمال بتدلق، ولكن البطرمان ده قعدته كده مربعه فبيثبت معايا على الحوض وما بيدلقش غير لو انا دلقت منه بايدي. تمام. بنبدا بقى نبطط الاكياس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ونبدا كده نطلع من الاكياس بتاعه الهريسه وبتاعه التوم اي هوا، اي هوا ممكن يخلي معايا كتل تلج تتكون جوه التوم او جوه هريسه الشطه. هريسه الشطه بنستخدمها للمحشي، بنستخدمها للسمك، بنستخدمها للخلطات، بنستخدمها في التعصيجه بتاعه اللحمه، في التعصيجه بتاعه الفراخ، في المكرونه بشاميل. بصوا مش هتقول لكم لا، في اي حاجه بتزيدها طعم وبتزيدها حلاوه، بتزيدها جمال، وبتخلي ريحه حلوه جدا جدا في الاكل بتاعك. لو انت حابه تعملي هريسه الشطه من غير توم اعمليها من غير توم، في ناس كتير بتعملها من غير توم. لو انت حابه
حابه ان انت تضاعفي الكميه ضعف الكميه، تمام. وبنبدا كده نحطهم مفروشين كده في الفريزر بتاعنا، ولما بنطلع يا دوبك بنشد كده الكيس، وشفتوا معايا كذا مره وانا بكسر التوم معاكم على الحله على طول، بتكسري من الكيس بيتكسر معاكي بمنتهى السهوله. يعني هو مش بيكون فكك ولا حاجه، ولكن عشان المواد اللي انت حطاها، الزيت، السكر، الملح، والملح بيتحط للتوم عادي جدا، وبيبقى برضو ماده حافظه الناس اللي كتبت لي. نروح بعد كده للفكره اللي بعدها، وهو العشاء بتاعنا. دلوقتي فتره المدارس، دلوقتي فتره الامتحانات، الولاد بيكونوا عايزين حاجات سريعه، فخلينا في الوجبات السريعه في الفتره دي بالذات يا بنات. الاكل اللي ممكن يتاكل واحنا بنذاكر، الطبق الواحد ده اللي بنحطه للواحد من ولادنا كده وبياكله وبيخلص وبينجز، تمام. النهارده هنعمل مع بعض ايه؟ هنعمل يا بنات حبه ستريبس. عندي ربع صدر فرخه، وعندي كمان توابلك وبهاراتك بقى، فلفل اسود، انا كان عندي كركم، كان عندي قرفه، كان عندي ملح، حطيت ده كله مع بعضه، وحطيت حبه شطه كمان، وحطيت عليهم كوبايه دقيق، وبدات اعمل عجينه، تمام. وحطيت فيها الاستريبس بتاعي، وبعد كده جبت كوبايه من الدقيق وحطيت عليها معلقتين من النشا، نفس التوابل والبهارات اللي انا حطيتها على الفراخ وعلى الاستريبس حطيتها برضه يا بنات على العجينه. نصلي على الحبيب، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. معلقه من الثوم، كيس من الصلصه، وحبه فلفل اسود، وحبه شطه، ونسيب التسبيكه دي تتسبك. هنعمل جنبهم كده حبه مكرونه، يا سيدي يا سيدي، تمام. الاكل ده بيكون مشبع، الاكل ده بيكون جميل جدا وخفيف جدا على الولاد في فتره الدروس دلوقتي، وبيكون في نفس الوقت كده سريع عليكي انت وواقفه. حاولي ان انت تخففي عليكي الامور الايام دي، وما تعمليش اكلات بتحتاج وقت كتير في المطبخ علشان تخلي بالك منهم. هو احنا ما بنذاكرش معاهم لانهم كبروا، ولكن بنحط عيننا كده عليهم دايما علشان خاطر ياخدوا بالهم بقى ايه من مذاكرتهم ومجهودهم طول السنه ما يروحش على الارض. ربنا يصلح حالنا وحالهم، اللهم امين. ربنا ينجو ويحفظهم بحفظه، اللهم امين. ادعوا لاولادكم كتير جدا الايام دي، ايام الامتحانات، وخصوصا الشهايد، يعني للناس اللي معاها تالتة اعدادي والناس اللي معاها ستة ابتدائي. ربنا يا رب، واولى اعدادي وتانية اعدادي، كل مرحله والله اصعب من التانية، ربنا يوفقهم يا رب ويسهل الصعب معاهم يا رب، اللهم امين. وكده الاستريبس بتاعي بتديله طبقات بالشكل اللي انت عايزاه. تجيبي حبه ميه كده وترجعي الاستريبس على الدقيق، ومن الميه وهكذا. التوفير الصح بيبدأ من عندك انت بس، والتوفير الصح هو انك تمشي على قدك وعلى قد ظروفك وعلى قد حالك، وربنا بأمر الله هيوفقك. بلاش ضغط على الولاد بقى في الفترة دي، وحاولي ان انت تعملي لهم حاجات بيحبوها، ده هيفرق معاهم كتير جدا. حاولي ان انت تعملي لهم أكلة بيحبوها، حاولي ان انت تشجعيهم بأي حاجة. ذاكر يا حبيبي ان شاء الله بكرة، ان شاء الله بعده. حاولي ان انت توريه المستقبل من وجهة نظرك انت، وتفهميه كل حاجة بالراحة. ربنا يصلح حالهم وحالنا ويوفقهم وينجحهم، اللهم امين. ده كده كان الفيديو بتاعي، اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنسيش الاشتراك واللايك. اكتبي لي برضو رأيك في التعليقات، انهي فكرة عجبتك وانهي فكرة ممكن تجربيها. دمتم في امان الله ورعايته وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.